بما ان بكره هو اول ماتش في بدايه الموسم الجديد من بريمير ليج، وكلنا طبعا بنلعب فانتزي، فدول ارخص لعيبه وبلاش كتر منه، ارخص لعيبه ممكن تبقى موجود عندنا في اللعبه نقدر نجيبها. في حراسه مرمى كلنا عارفين ان مفيش عندنا حارس مرمى ب 4 مليون غير واحد بس، تيرنر. لما انتقل من ارسنال وراح نوتنجهام فورست اكيد هيلعب اساسي، اكيد مش سايب دكه ارسنال عشان يروح يلعب في دكه نوتنجهام فورست اللي هي اصلا ما عندهاش حراس مرمى. فغالبا اول حارس مرمى اساسي عندنا 8 4 مليون بس، يعني خليه معاك في الفريق بتاعك، هو تيرنر. عايز تزود شويه وتجيب حارس مرمى ب 4.5 مليون، عندك 3 اختيارات. سانشيز طبعا لما راح تشيلسي بقى ب 4.5 مليون، بس هل كيبا هيسيب الفريق ويمشي ولا لا فعلا زي ما توخيل عايزه؟ لو كيبا مشى فاكيد سانشيز هو الحارس المرمى الاساسي لتشيلسي، 4.5 مليون، طبعا صفقه كويسه جدا. عندنا كمان في حراسه المرمى بيكفورد من ايفرتون، برضو ايفرتون ماتشاتها كويسه، بيكفورد برضو 4.5، الحارس الاول لمنتخب انجلترا. عندك كمان ستيلي طبعا بقى الحارس المرمى الاساسي لبرايتون، ثمنه برضه 4.5 مليون. برايتون طبعا ممتازه جدا دفاعيا وهجوميا، عامله موسم ممتاز جدا الموسم اللي فات، فستيلي برضه خيار حلو و4.5 مليون بس. اما في حراسه المرمى اللي ب5 مليون فما عندناش غير اختيارين، اونانا او رامزديل. وانا بصراحه مش مع رامزديل شويه، عشان هو اكيد رايا جاي يعني يلعب معاه، اكيد برضو رايا حارس مرمى كبير جدا في البريمير ليج الموسم اللي فات وعامل موسم محترم جدا، اكيد هو جاي ارسنال برضو ممكن يشاركوا في شويه ماتشات، ممكن واحد يلعب دوري الابطال وواحد يلعب الدوري. في اونانا ب5 مليون واساسي طبعا لمانشستر يونايتد. بالنسبه للمدافعين فعندنا 3 لعيبه بس ب4 مليون ممكن تجيبهم، بيل مدافع لوتون تاون، عندك كمان جوردن بير مدافع بيرنلي برضه ب 4 مليون، بالدوك اللي كان بيلعب اساسي ولعب كمان بري سيزون حلو جدا وممتاز جدا في خطه 3-5-2 لبرنتفورد، برضه ب 4 مليون، ده كويس جدا. رحت لنص ملعب، فطبعا احنا ما عندناش لعيبه نص ملعب ب 4 مليون، اقل لعيب خط وسط في اللعبه ب 4.5 مليون. ففي اندرسون من نيوكاسل اللي عامل بري سيزون ممتاز جدا وعامل فيها ارقام حلوه جدا جدا جدا، ثمنه بس 4.5 مليون، غالبا مش اساسي ولكن مع مدوره البريمير ليج ومدوره دوري الابطال ممكن يشارك. فينا كامبا نص ملعب لوتون تاون ب 4.5 مليون واساسي برضه في الفريق بتاعه. لو هتعلى نص مليون فانا شايف انسب واحد في خط الوسط ب5 مليون هو كليفرت من بورنموث. في الهجوم عندنا اوسولا مهاجم شيفيلد يونايتد ب 4.5 مليون وهو المهاجم الاساسي بتاعهم. عندك موباما من ويست هام ب 4.5 مليون، ولكن ما اعتقدش ان هو هيبقى المهاجم الاساسي، هيبقى احتياطي لانطونيو. اما لو ب5 مليون فانا شايف ان فينيسيوس مهاجم فولهام هيبقى ممتاز جدا ب5 مليون، خصوصا كمان ان متروفيتش ماشي من الفريق. دول اهم اللعيبه اللي تقريبا لازم يكون معاك منهم 2 أو 3 في الفريق بتاعك علشان فريقك يبقى متوازن. اكتب لي في التعليقات تشكيلتك وقول لي ناقصك مين.